تحياتي ليك كريم من داخل قاعه المؤتمرات الخاصه باجراء قرعه البطوله العربيه. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد بالتاكيد يعني ليك رؤيه في هذه القرعه، خاصه انك تلاعب فريق النادي الفيصلي مره اخرى في بطوله واحده خلال الدور قبل النهائي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في مباراة نصف النهائي مباراة بالتأكيد بتبقى صعبة بأيا كان طرفها. يعني الفيصلي تعاملنا معاه وشفناه في المجموعة، لكن أعتقد أن المباراة الثانية مختلفة تماما. يعني حسابات المجموعة مختلفة عن حسابات السيمي فاينل، فخلينا ننتظر ونشوف الدنيا ماشية ازاي، لكن بالتأكيد هو مباراة مختلفة عن الأولى خالص. يعني اهم الاستفاده للنادي الاهلي من هذه البطوله، خاصه ان الاهلي شارك في 3 مباريات، شارك لعبه جديده، بيلعب مباريات قويه جدا. طبعا هي الاستفاده يمكن هروح للجزء الفني شويه. يمكن كان في بالتاكيد مجموعه ما شاركتش بشكل كبير في الدوري او في افريقيا بحكم تتابع المباريات وتولي المباريات. كنا يعني مضطرين ان احنا نريح عدد لعيبه كبيره، عدد لعيب كبير مش صغير، عشان كمان منتخب مصر هيلعب اخر الشهر 8 اللي جاي ده، فما فيش اي فرصه راحه خالص ان هم ياخدوها. يمكن احنا بعد الكاس باذن الله تعالى ممكن يبقى عندنا فتره زمنيه ممكن يبقى فيها راحه، لكن كانت لعيبه المنتخب الاول الدوليه ما اعتقدش ان كان هيبقى في اي وقت متاح ان هم ياخدوا راحه، ففضلنا طبعا راحتهم، وده كمان مصلحه مصر ومنتخب مصر تحديدا، يعني مش مصلحتنا احنا بس. يعني لكن الحمد لله رب العالمين الكل شارك، حتى المجموعه اللي شاركت في الاول يحسب لها حاجات كتير جدا جدا جدا، يحسب لها تصميمها ورضتها وعزيمتها وتعاملها مع اللقاءات، لكن يمكن احنا بنكتمل دلوقتي. عشان كده بقول لك مباراه الفيصلي في قبل النهائي هتبقى مختلفه عن المباراه الاولى خالص. يعني هيشارك الاهلي بكامل صفوفه في هذا اللقاء؟ دي حاجه ترجع لكابتن حسام البدري، لكن الكل جاهز في الوقت الحالي، واعتقد زي ما قلت لك يعني بقى لهم حوالي من يوم 26 المجموعه كلها بتشارك دلوقتي، كل المجموعه اللي كانت راحه، فاحنا مكتملين. يبقى الاختيار الفني لكابتن حسام البدري. يعني الاهلي لم يصل الى اسكندريه حتى الان، مباراه الاربع، الجدول او التوقعات للوصول للنادي الاهلي؟ الجدول اللي احنا كنا طبعا مستنيين نشوف القرعه هنلعب امتى. هنلعب يوم 2/8 اللي هو بعد بكره على طول، فالنهارده هيبقى في تمرين الساعه 6 في القاهره، وبعدين هيتجه الفريق الى اسكندريه وبرج العرب، وانا مستنيهم يعني ان شاء الله. فالفريق جاي النهارده بالليل باذن الله. شكرا فندم، شكرا، السلام عليكم.